إلينا ببند واحد أو فقرة واحدة من اتفاق جوبا تمنحنا الأفضلية. ولذلك نحن متمسكون بتطبيق اتفاق جوبا. أنا استغرب أنت زول أول مرة في التاريخ زول يقول يا أخوانا طبقوا الاتفاق، والناس اللي وقعوا في الاتفاق يقول لك لا والله ما تطبقوا، إذا طبقتوه بتنقصوا حصتنا، ونحن دايرين نحافظ على حصتنا. مش كمان يحافظوا عليها، يحافظوا على وزارة المالية، وزارة الرعاية الاجتماعية، ووزارة المعادن. فدي المعركة باختصار شديد، ونحن ما متنازلين في هذه المعركة. نحن 5 تنظيمات جلسنا مع كامل إدريس وسلمناه مذكرة، و5 تنظيمات جلسنا مع كتبنا مذكرة للسيد الرئيس، ورد علينا السيد الرئيس في انه الامر ده يحال الى اطراف السلام لحله عبر مفوضيه السلام. وحتى هذه اللحظه نحن اليوم كتبنا مذكره للوساطه طالبناهم بالتدخل، وكتبنا مذكره للرئيس قلنا له استدعي الوساطه، وكتبنا مذكره لمفوض السلام قلنا له تستخدم حقك في الماده 13 لحل التباينات الموجوده. وعملنا مذكرة إلى رئيس القضاء المادة 13 بتقول له ينشئ محكمة خاصة لحل النزاعات التي تحدث بين أطراف السلام. وعملنا مذكرة دي لسه حقت رئيس القضاء ما وديناها، بكرة حنودي بتاعت المفوض والرئيس. رئيس القضاء ووزير العدل طالبناه بتفسير المواد من المادة 4 لحد المادة 8. فإذا يا شقيق جوبا دي القال حقي فيها غلب. الناس دي لما نحن سكتنا على حقنا افتكروا انه نحن ما عندنا حقوق، وبقوا يتكلموا في الميديا انه الناس دي ما عندهم حقوق وكده. مما اضطر دكتور ديو مطق التصريح لصحيفة الشروق الإماراتية قال لهم الناس دي عندهم حقوق، واتفاق جوبا ده لكل الموقعين عليه. فحتة انه زول يشيل له حق زول ما في. طيب بخصوص ناس الشمال وغيرهم، كان وسط كان غيرهم، مع الحق ده حق مجموعات اللي هي كانت في الجبهة الثورية وكانت في اتفاق جوبا. طيب باقي الحقوق وين؟ ما ناس الشمال يطالبوا بمقعدهم في مجلس السيادة، ويطالبوا بعدد من الوزارات زي ما الشرق أخذ، زي ما دارفور ما أخذ. ما هي بقى ناس الشمال برضو ما يطالبوا؟ ليه يحصروا المسألة في اتفاق جوبا؟ اتفاق جوبا ده شغل بين تنظيمات كانت موجودة في المعارضة مع مجموعات بتاعت كفاح مسلح. الحديث عن المعارضة والكفاح المسلح حينها كان يؤدي إلى الإعدام. الآن زي ما أدوا ناس الشرق ديل وأدوا ناس الوسط برضه في السيادة، ناس الشمالية يطالبوا بمقعدهم. ما نحن عشان نمشي نقعد نحن في مجلس السيادة ولا نقعد نحن عندنا حق برانا 25% فيها 12 تنظيم، نتقسمها اللي بيلقى نص واللي بيلقى واحد. ده شأن يهمنا. لكن على أبناء الشمال انه يطالبوا بحظهم في مجلس. الوحيدين الان اللي ما موجودين في مجلس السياده ناس الشمال.